عايزة تعرفي إيه هو سر كرمشة الرز بلبن كده من على الوش والكرمشة كده جامدة كده زي بتاع برّه بالضبط؟ هنعرف النهارده مع بعض في الفيديو هتعرفي معايا كل تفاصيل إيه السر اللي بيخلّي الرز بلبن مكرمش كده من على الوش، وكمان إزاي يطلع معايا كريمي ومش مكبوس رز، وواخد الرز المضبوط بتاعه، وواخد اللبن المضبوط بتاعه، والطعم غني جدًا وروعة. قبل ما نكمل الفيديو يا ريت لايك وشير لو عجبك الفيديو، ومتابعة الصفحة أو اشتراك في القناة. يالّا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا إيه. اول حاجه انا معايا هنا مستخدمه كوبايه واحده من الرز، مستخدمه الكوبايات المعياريه يا بنات. يعني لكل كيلو من الحليب انا استخدمت له نص كوبايه رز. تمام كده. نقعتهم قبليها بساعه، يعني انا نقع الرز ده قبليه بساعه. تمام كده. بعد كده نزلت بيهم في الحله وبنزل معاهم بكوبايه من الميه، ونزلت بنص كيلو من اللبن، نص كيلو لبن من عند اللبان او مبستر، يعني اللي هو بتاع العلب، مفيش مشكله خالص. نزلت بنص كيلو من اللبن مع كوبايه من الميه بتمنع لك ان انت الرز بلبن اللي الرزايه تلاقيها كده ايه، ناشفه شويه، لا بتلاقيها طريه وزي الفل جدا. طبعا هنا نزلت معاه بمعلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من الحليب باودر، وان الرز يتسلق فيهم بيشرب بقى غناوه، مش عايزه اقول لك بيبخلك كده غناوه في الرز بلبن. بجد احلى من بره، ولا تقولي لي بلبن ولا تقولي لي ام لبن، بيبقى تحفه جدا. وصلتهم معايا، حطيتهم دقيقتين يا دوبك على النار، اول ما يغلي بالمنظر ده معايا، هتلاقوه دلوقتي بيغلي يا بنات اهو. وصل للغليان، بطفي النار، هنطفي النار دلوقتي ونغطي الحله ونرجع له بعد نص ساعه يكون تشرب اللبن اللي هو فيه. تعالوا بقى نعمل مع بعض كوبايه الخليط النشا. معايا نص كوبايه من اللبن او نص كوبايه من الميه، بس اللبن طبعا انا ما بستخدمش ميه كتير في الرز بلبن. وبعد كده بنزل بمعلقتين كبار من الحليب البودر تاني، يعني هو باكت وقسميه او باكتين من الحليب البودر الصغيرين. ومعايا معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من النشا او 4 معالق صغيرين. بتدوبيهم كويس وتسيبيهم على جنب. تعالوا بقى نشوف الرز بلبن بعد ما تشرب الحليب واستوى تماما. بصوا عجن، بصوا تحفه، مش عايزه اقول لك. هننزل ببقيه كميه اللبن. انا نزلت بكيلو ونص دلوقتي من اللبن، كنت عايزه الكميه زياده شويه. بصراحه كان عيد ميلاد ابني واحلى حاجه بيحبها رز بلبن، ولا كيكات ولا تورته ولا الكلام ده، فانا عملت له الرز بلبن مخصوص عشانه. يلا بقى كلنا نقول له كل سنه وانت طيب في التعليقات. بصوا بقى، اول ما ننزل كده معايا ما تقلقيش، التكتل ده كله هيفك من مضرب السلك كده وهيفك على طول. هنعمل دلوقتي اضافه، وحطيت معلقه كبيره من جوز الهند. بصي ما بتبانش خالص، ولكن بتدي طعم ونكهه للرز بلبن. دي في الاضافات اللي انا بقول لك عليها، والله العظيم كل الناس هيدوقوه هيقولوا لك انت ايه السر اللي حاطاه جواه وايه عاملاه ازاي. بعد كده هضيف دلوقتي في نفس المرحله دي كوبايه من السكر. السكر يا بنات يزيد او يقل حسب رغبتك، بتدوقي وتظبطي سكرك. خلاص بيغلي معايا بالمنظر ده، وطيت النار وهنبدا نحط النشا بتاعتنا اللي احنا مجهزينها مع الحليب البودر. اوعي تستغني عن الحليب البودر، بتفرق جدا. موطيه والمضرب السلك في ايديكي وتقعدي تقلبي كده كويس جدا. بعد كده هضيف باكت من الكريم شانتيه او معلقتين كبار من الكريم شانتيه. كل الاضافات دي بتفرق جدا. 2 باكت من الفانيليا معايا. وبعد كده هضيف اضافه دي براحتك، هقول لك ايه البديل بتاعها. انا ضفت علبه صغيره من الكريمه اللباني، بتدي طعم حلو جدا، ان هي كريمه الحلويات. ولكن معلقتين كبار من قشطه وش اللبن بتبقى زي الفل وبتغنيكي جدا، وبرده بتبقى حلوه. لو ما عنديش كريمه لباني بحط قشطه وش اللبن. بصوا بقى، اول ما يوصل معاكي القوام كده، شايفين؟ بس كده، اول ما يغلي معاكي بالمنظر ده يبقى كده خلاص تمام، النشا استوى معايا وخلاص كده. طيب خلي بالك بقى ان النشا لو زاد معاكي، لو زاد معاكي، انا استخدمت على 2 كيلو من اللبن معلقتين كبار من النشا، مش هيكرمش معاكي. تاني سر من كرمشه وش الرز بلبن هنعرفه مع بعض دلوقتي، اللي هو لازم نغطيه قبل ما يدخل التلاجة. انا هنا عبيت البولات بتاعتي، واللهم بارك طلع معايا كميه حلوه جدا. طبعا احنا لحوسه الحله دي عارفين مصيرها ايه، انا بوريكم بس ان انا وابني قعدنا نتسلى فيها. ما بنرميش حاجه يا بنات، احنا في زمن منيل ما بنرميش اي حاجه. طبعا هنا اول ما يبرد تماما، لازم تخلي الرز بلبن يبرد تماما يا بنات، عشان لو غطيتيه هيعمل بلورات ميه وهو سخن، فهينقط على وش الرز بلبن، وبالتالي هيميميه كده. فطبعا نستنى ان هو يبرد تماما. حطيته في التلاجة، غطيته، ونحطه في التلاجة، نطلعه بعديها بليله، دي بعد ليله كامله في التلاجة. شايفين القوام؟ انا استخدمت لكل كيلو لبن نص كوبايه رز بالكوبايات المعياريه. تمام، يطلع معاكي رز مظبوط، لبن مظبوط، تحفه جدا. الطعم حكايه، زوقي كده بالتزويق بقى، جوز هند وزبيب بقى، مكسرات، والف هنا. وما تنسينيش بدعوه حلوه ولايك للفيديو.